السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة ميرفا الجمعة بقدم لكم النهاردة طريقة عمل صينية التولي. قبل ما ابتدي متنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا صينية التولي مجموعة من الخضروات مع اللحمة، فاحنا هنبتدي بسم الله. هننزل مادة سمنة ومعاها حتة ليا. طبعا الليا دي يا جماعه بتدي ريحه، دي اللي حبيبها، دي يعني اللي عايز يحطها يحطها، مش عايز يحطها ما هياش ايه، بس هي بتدي ريحه جميله جدا. هنزل باللحمه. اللحمه من الافضل لا تكون بفتيك او بكافه، اللي هي الشرايح اهي، بتدي ريحه جميله قوي. اللي هي بصراحه انا عن نفسي، في ناس ما بتحبهاش ما تحطهاش. كده نحط اللحمه كده ونتبلها، وهنحطها في قعر الصينيه، مش هنخليها من على الوش اهو. وبنعلي النار قوي عشان ما تنزلش ميه حسب كميه اللحمه اللي عندك. هرش عليها توابل اللحمه، وهرش عليها فلفل اسود، وهرش عليها احنا قلبناها اهي، قلبناها اهي. هنحط نفس التوابل الناحية التانية، دي توابل اللحمة اهي، يعني معلقة صغيرة. وهنحط فلفل اسود، عايزة تكتري براحتك، وهنحط ملح. هنقلب بقى كده تاني. طبعا اللحمه بتكش في ريحه الليا جميله، اللي حاببها، مش حباها ما تحطهاش. ممكن تحطي بديلها فصين مستكه كده برضه تديها ريحه حلوه. هنزل بالبصله، قطعها بصلتين، قطعهم شرايح كده، اديها تشويحه. ده تشويحه في الصوص بتاع اللحمه كده. هنزل بقى بصوا بانواع الخضار. ادي كوسه، عندي البطاطس الاول عشان تاخد السوا من تحت اكتر. عندي بقى بطاطس اهي، واحدتين كده كبار. وعندي فاصوليا مفرزاها، عايزه تجيبيها طازه فريش مفيش اي مشكله اهي. وعندي بسله بالجزر اهي مفرزاها.
بسله من جزر مفرزاها اهي، وعندي كوسه اهي. انا ما بحطش الباميه ولا السبانخ الحاجات دي، لا، لان الباميه بصراحه ليها اكلتها لوحديها يعني اهو. لو حابه تنزلي بمرقه دجاج، لو عندك شوربه حطي، ما عندكيش نزلي بمرقه دجاج. هنزل عصير طماطم اهو مجهزاه اهو. بصوا يا غليت اهي، هحطها بقى في الفرن على الصاجه ربع ساعه، وبعد كده اروح ايه رافعاها على الشبكه لحد ايه ما الاقيها استوت. ادخلها الفرن وما تستوي وارجع لكم. وادي الشكل النهائي لصينيه التونة بعد ما طلعت. نجرب كده، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ نطلع حته لحمه، لحمه بصوا، شايفين؟ شايفين اللحمه؟ شايفين؟ اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.